هل تساءلت يوماً عن الحيوانات التي كانت موجودة على كوكبنا ثم اختفت إلى الأبد؟ في هذا الفيديو سنلقي نظرة على بعض من هذه الكائنات الرائعة وكيف انتهت رحلتها على الأرض. أولاً، الماموث الصوفي. تخيل، فيلاً أكبر بمرتين من الفيل الحالي بضخامة لا تصدق وأنياب عملاقة. هذا هو الماموث الذي عاش في العصر الجليدي واختفى بسبب التغيرات المناخية والصيد الجائر من قبل البشر. وجوده يذكرنا بعصر ما قبل التاريخ. ثانياً، الديناصورات. حكمت الديناصورات الأرض لمدة 165 مليون سنة كاملة. إنها أطول فترة حكم لأي كائن على هذا الكوكب، من العملاق آكل النباتات إلى المفترس المخيف. شكلت الديناصورات عالماً لا يمكننا سوى تخيله الآن. ثالثاً، طائر الدودو. هذا الطائر المسكين الذي لم يكن يمتلك القدرة على الطيران انقرض بسبب البشر خلال 80 سنة فقط من اكتشافه. فقدانه يمثل رمزاً لمدى تأثير الأنشطة البشرية على الحياة البرية. رابعاً، طائر الكسوار. رغم أن هذا الطائر الجميل لم ينقرض بعد، إلا أنه يعتبر من أخطر الطيور في العالم ومهدد بالانقراض حتى اليوم بسبب تدمير موطنه الطبيعي في أستراليا وغينيا الجديدة. وجوده يذكرنا بأن هناك الكثير من الحيوانات التي لا تزال في خطر. رحيل هذه الكائنات يذكرنا بمسؤوليتنا نحو الحفاظ على الحيوانات التي لا تزال معنا. ما هو الحيوان الذي تتمنى أن تراه اليوم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.